السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة ان شاء الله هنكملوا الشغل بتاع الفيديو اللي فات، اللي هو احنا عملنا الارضية زي ما انتم شايفين كده. فدلوقتي هنعمله الدراع، الكيفية هتتعمل ازاي. طبعا قدامكم الدراع ده، هو ده كان انتريه قديم، لا حد يفكر اللي هو كان جديد، لا ده كان قديم واحنا جددناه، هيبقى تنجيد والدهان بتاعه. فدلوقتي النجارة بتاعته كانت ناقصة، ما فيهاش خشب، حتى الفريز بتاعه ناقص، فانا حطيت خشب لان هنا مفيش اللوك ده، المفروض يبقى فيه وراه فريز مفيهوش، فانا زودت خشب بحيث ان انا اشتغل ما يبقاش شغال لاتش ويتفك عند العميل. طبعا زودت خشب زي ما انتم شايفين برضو هنا، لان من الاول كان معمول، كان محطوط قش والكلام دوت. انا زودت خشب، كنت ممكن ان انا اكبر دماغي وما ازودش خشب ولا بتاع واحط سفنج وخلاص على كده، بس برضه عشان خاطر يعيش عند العميل اكتر، فحطيت خشب هنا وخشب تحت وخشب ورا، وحطيت برضه استك، وهوري لكم الشغل بعد كده والاستك دوت محطوط ليه وايه سببه. يعني كنت ممكن حطيت خشب برضه، كملت مكان الاستك ده خشب دوت خشب تاني، فهوري لكم انا حاطط استك ليه وخشب في النص هنا ليه. دلوقتي هنعمله بطانه اللي هي تلف على الدراع دوت، القماش القديم بتاع الانتريه ده كده. احنا هنحطوه وهندبس من تحت وهندبس من فوق والجناب. اظن دي حاجه سهله، فهخلصها وارجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني زي ما انتم شايفين كده. انا شديت البطانه بتاعتي هنا، الخشبه اللي انا حطيتها في النص ديت في نص الدراع واخده العدل، وبعد كده لسه في الدوران. انا هنا ما رضيتش احط خشبه تانية، ليه؟ لو حطيت خشبه انا كده بقى عدلت الدراع، فاصبح كده لو انا لفيت كله خشب 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 كده، انا هحط السفنجه بتاعتي والفها وانتهى الامر. بس هتبقى التريحه بتاعت الدراع او الجنب اللي هيبقى قاعد هيبقى ناشف، فالكلام كله في الحته ديت بالذات. فانا خليت فيها استك عشان يبقى فيها مرونه، وطبعا هي عامله كده تعتبر مطب، فهعوض المطب دوت بسفنجه تانيه اللي هي زي كده. كده هتبقى قدها من اول الخشبه دي للخشبه دي. كده انا عوضت المطب بتاعي اللي هي الحته الواطيه بتاعتي. كده دي كده احسن بالنسبه لي وبالنسبه للي هيبقى قاعد، اللي هي هتبقى طريه مع السفنج التاني هتبقى اطرى، غير اما انا احط حته خشبه كده دي اتلغت، فدي كده افيد واطرى واحسن. فانا كده هحط السفنجه بتاعتي دي. كنت انا ممكن وفرت السفنجه ديت لانها تعتبر بفلوس، الدنيا بقت غاليه دلوقتي، والاوفر لي اللي انا احط حته سدابه وخلاص على كده. الاوفر لي اصلا ان انا ما احطش حاجه خالص لان هو اصلا اغلبيه المنجدين بيعملوا كده، فانا لا، انا ده شغلي انا بطلعه وبيطلع سمعه ليا انا. فكده انا هحط السفنجه دي كده وهدبسها. كده انا عملت المطب ده عوضته بقى كده بالنسبه لي تمام. كده هيفضل لي حاجه تانية، هنا في سقوط برضو في الحته دي، في سقوط وهنا عالي. ليه؟ لان هو اغلبيه النجاره بتبقى هنا واطي عشان خاطر هو بيبقى عامل نقر ولسان، فالدراع بيبقى هنا عالي ومن الناحيه التانيه عالي، فلازم يتحط سفنجه برضو عشان خاطر يعوض الدوران بتاعي والخشب اللي المفروض يكون عالي. هحط دي
انا كده اكني بحط سفنج مرتين، بعمل الدراع مرتين. بس ده انا بستعدل بيه الدراع بتاعي قبل ما احط السفنجة الاساسية بتاعتي. فكده انا هحط السفنجة دي كده، كده انا حطيت السفنجة بتاعتي خلصتها. هنرجع تاني في هنا برضو الدوران هنا اهو في الزاوية في الحتة دي. شايفين دي واطية ازاي، دي عالية ازاي، والخشبة دي داخلة جوه. طبعا هنا لازم نعوض سفنج هنا تاني. انا عشان ما بعملش قش والكلام دوت، فاللي بيعمل قش بيقعد يحشر مش هتفرق معاه. اما انا شغلي كله سفنجات. طب واحد يقول لي طب ما انت ممكن تحط السفنجة بتاعتك وتلفها وتجيب سفنجة تخينة وتحطها. اقول له لا ما ينفعش. مهما جبت السفنجة، لو جبت سفنجة مرتبة قد كده ولفتها ما ينفعش. ليه؟ تحت منها في مطب فراغ لازما يتعوض يستعدل الدوران. فانا السفنج اللي انا بحطه ده بستعدل بيه الدوران. كده انا هحط سفنج زي ده كده واحطه. طبعا دي كثافات عاليه اللي انا بحطها، يعني اللي هيقعد ويسند على الدراع مش هيفرق معاه ده في ايه، ده هيريح ده هيعمل، مفيش الكلام ده. هنحط ديت ورا اعوض بيها الدوران بتاعي، وبعد كده الف السفنج بتاعي الاساسي. تابعونا. عملنا خلاص السفنج والسفنج اللي ورا كده تمام، كده كله بقى سوا واحد. كده هنحط السفنجة بتاعتنا كثافة عالية، والسفنج برضو الرفيع دوت صناعات. كده هنحط السفنجة بتاعتنا كده وندبس. كده دبسنا السفنجة من تحت. كده هنحط رقة صغيرة جدا في هنا مطرح الاستيك اللي عملناه. كده وزي ما انتم شايفين كده السفنج لف كله بقى دوران واحد. وهندبس من ورا. لسنا في خشبة التشطيب من ورا، هنكملها ونرجع لكم تاني. كده خلاص لفينا السفنجة بتاعتنا. وطبعا هنا اما اللي يجي يدبس على الخشبة اللي هي بتاعت التشطيب ويسيب نصها خشب باين. يعني لما اللي يجي يشطب يخلي السفنج ده نصه بس على الخشب ويسيب النص التاني فاضي لتشطيب القماش. ما يجيش بقى يحط كله ويدبس ما يبينش حاجة في الخشبة ويدبس على كده، وبعد كده لما يجي يحط القماش ما يعرفش يدبس، الدبوس ما يطولش ويفك كل شوية. من ده اسمه من نظافة الشغل. كده هنحطه الفايبر بتاعنا هنا اهو. بعد كده هنيجي جايين لافين السفنج. طبعا اللي يجي يقطع السفنج يسيب 5 سنتي زيادة
مكان التشطيب، بعد مكان التشطيب يسيب بعد منه 5 سم زياده عشان خاطر يلف القماش السفنج زي ما انا بلفه كده. شايفين اللفه؟ طبعا كده هلف كله نفس النظام وهنرجع لكم تاني. كده خلاص سفنجنا دراع زي ما انتم شايفين. طبعا جايب الدوران كله، حاجه محترمه. طبعا سفنج فوق وتحت وفي الجناب. طبعا الدراعات كلها نفس النظام. زي ما انا بشد هنا بشد ورا اكني بشد قماش بالظبط. طالما سفنجه معايا محترمه وكثافه كويسه وتمام، تبقى معايا عامله زي الكاوتش، شدها زي ما انا عايز فبتتشد معايا، بتديني الشكل دوت والشغل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الاول كانت معموله حاجه ضخمه والشغل دوت ليه اصوله. ده يعتبر من ضمن الشغل الفرنساوي طالما فيه دورانات كده والدراع دورانات. الدوران السايح ده هو اسمه الفرنساوي، الشغل الفرنساوي. طبعا هنا تخين على رفيع، نفس الدراع من هنا عريض على نازل على رفيع. لازما السفنج بتاعي يبقى نفس الحوار بالظبط عشان يديني الشكل بتاعي ويبقى حاجة محترمة. طبعا احنا كده سفنجنا. التشطيب هتشوفوه ان شاء الله الفيديو الجاي. هنا في الكرسي دوت مختلف في الدراع بتاعه زي ما انا قلت لكم، الشغل فرنساوي بيبقى الشغل كله على السايح. شايفين بعد التشطيب طبعا لسه في الحاجه اللي هتتحط هنا اشطب بيها اداري الدبابيس دي والكلام ده. هنا السفنجه ما ينفعش اطلع بيها قوي ولا اعمل هنا تخانه لان ده شغل سايح، شغل فرنساوي. وهنا في تجويفه لازم اظهرها. ده كده بالنسبه للكرسي ده. الكرسيين نفس النظام. طبعا بعد ما هيتشطب هيبقى حاجه تانية هو والكنب التاني. اشوفكم الفيديو الجاي، وزي ما فيدكم فيدوني باللايك والشير. كل خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.